السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم بقناة يوميات منوش. هذا أول فيديو إلي على القناة، بتمنى تعملوا لي لايك وتشتركوا بقناتي وتشاركوا لي لترتفع القناة بدعمكم. اليوم رح نعمل محاشي مع بعض، يبرق وكوسة. عندي 3 كاسات رز، وبضيف فوقن اللحمة حسب ما بدكن، يعني في ناس بتحبها كتير في ناس بتحبها قليلة، يعني حسب ما بيحب الواحد. بضيف اللحمة وبضيف فوق الثوم المهروس والبهارات. عندي البهارات ملح وبابريكا وبهار مشكل وكمون وفلفل أسود، لأن احنا بالشام بنحط كمون، أما باقي المحافظات ما بعرف. حطيت معلقة سمنة وشوية زيت وحركتهم منيح منيح. الزيت مشان ما يلزق الرز على بعضه، وهيك بيطلع كل رزة ورزتها يعني إذا حطينا زيت. حطيت طنجرتي على الغاز وحطيت كام حبة ثوم واللية واللحمة وصفيتهم منيح مشان صف اليبرق فوقهم. إذا بتحبوا بالتعليقات تكتبوا شو بتحبوا نزل طبخات، وهي بما انه جديدة يعني انا ترددت كتير لحتى انزل، بس ان شاء الله بدعمكم رح نستمر وتكبر قناتنا اكتر، يعني بما انه هلأ جاي رمضان وننزل زينة رمضان واجواء وكذا. هون بلشت لف اليبرق. عندي الورقة الخشن من فوق والناعم من تحت. هون بنتي ساعدتني بالتصوير، قعدت تصور معي الله يرضى عليها. لفيتن واصابع البوبويا يبرق. صفيتهم بالطنجرة، رشيتلن الملح وحطيت فوقن شقفلية. هلا انا بتركهم يغلوا تقريبا شي ساعة، بعدين بضيف الكوسة فوقن لانه الكوسة بتستوي اكتر من قبل اليبرق. تمام. بعدين في ناس ما بتحط كوسة، بس طيبة جربوا، الكوسة بتاخد نكهة اليبرق، يعني بتطلع كتير طيبة. هم بعد ما غلوا شي ساعة تقريبا ضفت الكوسة فوقن وتركتهم يغلوا منيح. ضفتلن نعناع وثوم فوقن، هاي اختيارية. هون الكوسة ما بياخد اكتر من 3/4 الساعة، يعني دغري بيستوي وبيكون اللي يبرق تنهنه تحته. هون قلبت الطنجرة وحرقت ايدي كمان. ما بينت منيح، يعني على هالمنظر والله بدأ الله يبارك له. هلا الرز اللي هي من الكوسة اكيد، اما اللي يبرق هالشكل طالع ونكهة وطعمه ولا ألذ. وهون بيكون خلص الفيديو، بتمنى يكون يعجبكم. اشتركوا بقناتي وحطوا لي لايك.